تعال احكي لكم قصة سريعة. انا اسمي رفيدة وعندي 37 سنة. الحقيقة ان انا اول مرة اطلع على السوشيال ميديا واحكي اي حاجة ريليتد بحياتي الشخصية، بس بصراحة حسيت ان دي كانت احسن حاجة ممكن اعملها بعد ما كلكم اتكلمتوا عن القصص بتاعتكم. انا خريجة كلية هندسة وكنت من اشطر بنات الدفعة، والحمد لله اتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف، واهلي كانوا مشجعيني جدا على دراستي وعلى مستقبلي. وعندي اخويا اسامة اكبر مني ب7 سنين واقرب صديق وصاحب واخ ليا. بعد تخرجي على طول اتعملي ريكومنديشن واشتغلت برا مصر، وسافرت انا و2 من الجامعة كلها مع اختلاف الاقسام طبعا، وكنا عايشين في سكن واحد، وكنا اقرب 3 بنات لبعض، واللي كانت الدنيا تتزنق معاه كان يميل على التاني. كنا فعلا مش حاسين بالغربة. واخويا اسامة كان مكتئب شوية عشان انا سبت البيت وسافرت، وكان دايما يكلمني على برنامج اسمه سكايبي. كان وقتها ابليكيشن كده معروف نعرف نتكلم عليه صوت وصورة براحتنا. ووقتها اتعرفت على شاب شغال في العربيات هناك. البلد كانت اجنبية مش عربية، وكان بالنسبة لي منتهى الانبهار ان انا الاقي مصري هناك مستواه كويس وجدع وابن ناس ولذيذ وكل حاجة حلوة فيه. ومن ساعة ما اتعرفت عليه وبدأ يخطفني شوية في العالم بتاعه، وحرفيا بدأت واحدة واحدة ابطل اكلم اسامة، واسامة بدأ يحس ان في حاجة غريبة، وسألني بشكل دايركت وبشكل اندايركت، ولقيت نفسي بستسلم في الاخر وبحكي له. ومع اول اجازة نزلناها اسامة اتعرف على الشاب اللي انا اتعرفت عليه، والولد اصر في وقتها ان هو يجي يتقدم عشان يثبت حسن نيته. وقتها احنا كنا ساكنين في الدقي وهما كانوا ساكنين في منطقة اسمها عابدين. الناس كان مستواها المادي ما كانش وحش خالص، اسرتهم ما كانتش كبيرة خالص، ولكن كان عندهم تفكك اسري مش مفهوم. كل واحد في حاله، كل واحد معرفش اي حاجة عن التاني، على عكسنا خالص. وفي الاجازة دي اتقدم واتخطبنا، وقررنا ان احنا بعد 8 شهور هننزل اجازة تاني عشان الفرح. وقد كان، نزلنا واتجوزنا، وبعد 3 شهور من الجواز انا حملت. وساعتها بصراحة احنا كنا مفكرين طول الوقت ان انا اخلف هناك عشان ابني يقدر ياخد الجنسية، بس كان عنده طريقة غريبة جدا. طول ما انا بتكلم مع اهلي شايف ان احنا اوفر مرتبطين ببعض زيادة عن اللازم، ما ببطلوش كلام، لدرجة ان لما كان اسامة يكلمني كان يتنرفز جدا، انتوا بترغوا كل ده في ايه؟ وكنت بحاول افهمه بشكل محترم جدا ان ده الطبيعي ما بيننا، وان انا ما عنديش صحاب غير البنتين اللي جم معايا من مصر، وان حياتي كلها ما فيهاش غير اسامة. ولكن هو مع الاسف كان بيجري جيرة مبالغ فيها جدا. المهم مرت الايام وخلفت، وبعد ما خلفت نزلت مصر، وفي يوم من الايام العيلة كلها اتجمعت عندنا علشان يباركولي، ولقينا فجأة اسامة طب مننا وقع. طبعا كلنا كنا في صدمة وجرينا بيه على المستشفى، وكانت اول حاجة الدكتور